بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهدنا الصراط المستقيم. دي يعني أول دعاء في القرآن، ولازم نقراه في كل ركعة. معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى اختاره لأنه مهم جدا في حياتنا. فيعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن إحنا لما هنطلب وندعي إن ربنا يهدينا الصراط المستقيم، ولو ربنا استجاب يبقى احنا كده فزنا فوز كبير جدا. لانه طبعا ده شامل كل حاجة بقى. الصراط المستقيم يعني احنا هنخاف من ربنا وهنتبع سياسته يعني نتبع كل حاجة خاصة بالسنة وبالدين. فاهدنا الصراط المستقيم. يعني سبحان الله ان هو قايل لنا من القرآن نفسه نقول ايه وندعي بايه، ولازم نقرأ الدعاء ده في كل ركعة غير اي دعاء تاني. فيعني في الايام ديت الانسان ما يبطلش يقول اهدنا الصراط المستقيم، وان شاء الله ربنا يستجيب ان شاء الله، سواء لينا او لكل من نحبهم. اللهم امين.